تعالى اقول لك بنص كيلو دقيق انا هعمل ايه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا نحضر مع بعض النهارده القراقيش دي بطريقة سهلة وبسيطة ومش مكلفة خالص، بجد تحفة. وهنحضر مع بعض اللي هي كعب الغزال، انا مش عارفة انتوا بتقولوا عليها ايه بس انا بنسميها كعب الغزال. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. المقادير المكونات معانا ايه النهارده؟ كل الكمية اللي قدامك دي انا عاملاها بنص كيلو دقيق بس. كل الكمية دي بنص كيلو دقيق، كل الكمية دي بنص كيلو دقيق بس. معايا هنا بقى بولة فاضية نزلت فيها بأربع كوبايات من الدقيق ما يعادل نص كيلو. هنزل عليهم بمعلقة صغيرة من البيكنج باودر ونص معلقة صغيرة من النشا. هنزل عليهم بربع كوباية من السمسم المتحمص. هقلبهم بقى كده في بعض كويس. كده معايا المكونات الجافة بتاعتي، هركنها بقى على جنب. معايا هنا بولة تانية نزلت فيها بكوباية من الحليب، نص كوباية من المية الدافية والحليب دافي. نزلت فيها بمعلقة صغيرة من السكر، نص معلقة من الملح. نزلت عليها بكيس من الفانيليا، معلقة صغيرة مليانة من الخميرة. نزلت عليهم بقى بالزبدة بتاعتي، الزبدة دي كوباية ونص. هقلبهم بقى في بعض كده كويس. على فكرة الزبدة دي ممكن تخلطي عليها يعني زبدة وزيت، سمنة وزيت براحتك. ممكن زبدة بس سمنة بس، يعني على حسب انتي ايه ما بتحبي ايه. قلبتهم بقى في بعض كده كويس، وبعد كده هنزل بالدقيق بتاعي تدريجي واحدة واحدة. بصوا نزلت بحبة من الدقيق، هقلبهم بقى كده. كل ما احس ان الدقيق اختفى معايا هنزل بحبة كمان. بصوا بالشكل ده. مش هستخدم ايد غير في الاخر خالص، واللي عندها عجان وعايزه تستخدمه براحتك. بصوا نزلت باخر كميه من الدقيق. حسيت بقى ان ايه خلاص الدقيق ايه تقل معايا. هحوش بقى الاسباتيولا بتاعتي وهعجن بقى بايدي، هلم العجينه بايدي. بصوا هعجن بقى العجينه بتاعتي كويس والمها كده بايدي، وبعد كده ايه هوريها لكم. بصوا كده بعد ما خلصتها، بصوا العجينه بتاعتي عامله ازاي. ما حطيتلهاش اي حاجه تاني غير اللي انا حطيته معاكم. بصوا عامله ازاي، ولا احتاجت ميه تاني ولا لبن ولا اي حاجه. هركنها بقى جنبي ربع ساعة ترتاح وبعد كده نشتغل فيها. هنا بقى معايا سمسم، ومعايا عجوة. دي عجوة كده انا فرداها هستخدمها، هوريكم انا هعمل بيها ايه. ومعايا العجوة دي كمان انا عاملاها صوابع علشان تسهل عليا. العجينة بتاعتي بعد ما ارتاحت معايا ربع ساعة هاخدها بقى كده قدامي ونبدأ نشتغل مع بعض فيها. هجيب بقى العجينة بتاعتي كده هقسمها لثلاث اجزاء. هاخد بقى كل قطعة، بصوا هعملها زي رول كده بسيط قدامي. وبعد كده هجيب بقى النشابة بتاعتي وابدأ افرد فيها. اول قطعة انا مش هفردها جامد، بصوا هفردها كده يعني وسط. هجيب بقى السكينة بتاعتي او القطاعة بتاعتي واحوش كل الزوايد كده، هساوي العجينة بتاعتي من كل الاطراف بصوا زي كده. يعني هخلي العجينة بتاعتي اللي انا هستخدمها مقدار ان انا هلفها لفتين بس، لفة التانية زي ما هوريها لكم كده بالظبط. وكل الزوايد ايه تيجي شايلاه. بصوا زي كده. هجيب بقى العجوة بتاعتي، صوابع العجوة اللي انا عاملاها واحطها في قلبها كده. وبعد كده هلفها لفة. بصوا كده اول لفة، لفة كاملة، تاني لفة بس. هفردها بقى كده بالشكل ده. بعد كده هحشي الزوايد كده من الجناب وامسكها بقى. بصوا هقطعها يعني مقدار ايه صباعين. بصوا هحط صبعين وهقطع عليها صبعين وهقطع عليها بحيث ان هي كل الكمية تبقى معايا نفس الحجم ونفس المقاس. بصوا شكلها عامل ازاي. هجيب بقى صينية مش مدهونة اي حاجة، الصينية دي مش مدهونة اي حاجة. هرصهم بقى فيها بالشكل ده. هخلص بقى الصينية بتاعتي وبعد كده اوريها لكم. بصوا هنا خلصت اول صينية بالشكل ده. معايا هنا بقى سمسم، السمسم انا حطيت عليه مية
يعني السمسم ده انا حطيت عليه نقطتين ميه كده علشان يلزق على العجين بتاعي. بصوا هاخد بقى القراقيش بتاعتي كده واحطها في السمسم وهرجع ارصها تاني مكانها. هعمل كل الكمية بنفس الطريقة دي، كل صينية هعملها هحطها في السمسم واركنها جنبي بحيث ان انا ترتاح معايا وندخلهم الفرن واحدة واحدة. بصوا خلصت كل الكمية دي، هركن بقى الصينية دي جنبي ترتاح ربع ساعة، هغطيها وهسيبها ربع ساعة. بصوا جبت العجينة التانية معايا، العجينة التانية دي كانت اكبر شوية علشان انا هفردها اعرض. بصوا همسكها بقى افردها اعرض من التانية علشان دي هلفها كذا لفة. بصوا بالشكل ده. بصوا انا فردتها بقى بالشكل ده، هحوش الزوايد كده، بس دي هتبقى معايا اعرض من التانية علشان دي عايزين نلفها كذا لفة. بصوا سويتها بقى من كل الجناب. بعد كده بقى هجيب العجوة اللي انا وريتها لكم، اللي انا بصوا عاملاها زي كده. هتقولي لي انت عاملاها كده ازاي؟ انا حطاها في كيسة من يعني حطيتها على كيسة كده وغطيتها بكيسة تانية من فوق، وبعد كده عملتها بالنشابة كده من فوق اتفردت معايا. اخدتها بعد كده وحطيتها بقى في العجينة بتاعتي بحيث ان هي تسهل عليا ومفضلش افرد في العجوة وتبوظ مني العجينة او تتقطع او اي حاجة. بصوا لفيتها بقى رول كده بالشكل ده. بعد كده هلفها بايديا. بصوا زي كده. هخليها كلها سوي واحد. بعد كده بقى هشيل الاطراف زي التانية بالقطاعة بالسكينة اي حاجة عندك عايزة تقطعي بيها. بصوا بقى هعملها ازاي، بصوا يبقى شكلها عامل ازاي. هتحسي ان هي كده مدورة بالعجوة ومدورة بالعجينة. هخلص كل الكمية كده اقطعهم وبعد كده اوريكم هعمل فيها بصوا شكلها عامل معايا ازاي. بصوا بعد ما قطعتها هجيب بقى صينية برضو مش مدهونة اي حاجة، هرصهم فيها بقى بالشكل ده. جبت السمسم بقى علشان ما اقعدش ارص، وبعد كده احطه في السمسم. هدهنها بقى كده من على الوش سمسم. بصوا. وبعد كده هرص الصينيه بتاعتي، هرصهم كلهم في الصينيه بنفس الشكل ده وبعد كده اوريها لكم. بصوا مليت الصينيه معايا كمان اخر قطعه هفردها معايا بالشكل ده. الزوايد اللي انا كنت بحشها من العجين يا جماعه انا بحطها على على القطعه اللي انا هفردها من بعديها. يعني الزوايد دي انا مش بترمي ولا حاجه، بحطها على العجين بستخدمها برضه. بصوا بقى احوش الزوايد كده، هوريكم دي هعملها ازاي. هبدأ بقى افردها كده بالراحة، اسويها طوله في العرض وفي كل حاجة وفي الحجم. هقطعها بقى بالسكينة دي، انا هعملها سادة مش هنحط فيها عجوة ولا اي حاجة، هعملها زي المنين. بصوا منين. هقطعهم كلهم بنفس الحجم. همسكهم بقى بصوا اعملهم بالسمسم وبعد كده ارصهم في الصينية كده. انا عملت 3 صواني بالنص كيلو دي اللي احنا عجناه، عملنا منه 3 صواني، عملنا منه الشكل ده والشكل ده، والباقي اللي اتفضل عملنا بيه منين. يلا بينا بقى ندخلهم. سبتهم طبعا ربع ساعة، غطيتهم وسبتهم ربع ساعة ارتاحوا. هدخلهم بقى فرن سخن على درجة حرارة 200. هياخدوا لون من تحت ولون من فوق. لو الوش احمر الاول هنولع عليه الشوايه من تحت ومن فوق، لا اما تولع عليه من تحت واول ما ياخد لون من تحت تيجي مولعه عليه الشوايه. الاتنين واحد. اول لو اخد لون الاول من فوق اطفي الشوايه وسيبي من تحت. بصوا اخد لون حلو من تحت ولون حلو من فوق. بجد كان تحفه معايا، جربوه. الوصفه دي هتعجبكم قوي، مش مكلفه خالص، يعتبر اقتصاديه، كل مكوناتها موجوده عندنا في البيت. بجد فرحي ولادك بحاجه سهله وبجد جميله قوي مع الفطار مع العشاء في الشتاء كده، بتبقى حاجه حلوه كده وسهله وسريعه. بصوا عامله ازاي.
بصوا كمان عاملة ازاي مفرول معايا خالص. واللي بالعجوة كمان بصوا عاملة ازاي، ده الشكل التاني، وده الشكل التالت اللي احنا عملناه معانا. بصوا دايبة. والله العظيم يا جماعة حلوة قوي، جربوها. وبكده خلص الفيديو معانا، ولو عجبك الفيديو ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.